الحلقة ال14. ايه ده؟ هو ده اللوكيشن اللي سمير بعتهولي؟ ايوه والله هو مظبوط، بس دي صحراء ملقاش غير الطل ده نتقابل فيه. زكية أنا هنا ورا الصخرة. وبتعمل ايه ورا الصخرة؟ هسيبها لخيالك دي، أصلا أنا هنا مفيش شبكة ومش عاوز نتقابل في حتة فيها أي نوع من أنواع التغطية. لا بقولك ايه، انا مش بتاعت حركات شباب التيك توك وجو المحلسة ده. مكان هادي وخدي اما اقولك كلمتين. لا 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 لن اسمح ابدا. لا انت اسمحي بايه بس يا بنت؟ ده انا بتلخبط بينك وبين معتز لحد دلوقتي. المحلسه قال المحلسه دي لما اجيلك قاعد على ركبه وركبه وحاطط ورده حمراء بالعرض في بقي. يا حتى في محلستك مقرف. في ناس بتحب القرف ده يا ستي، مالكيش دعوه، خليك انت في المحلسه الديليكا بتاعتك. طب والله يا سمير لصوت والم الناس واقول انك بتعاكسني. اللي هيلحقك في الصحراء دي يا ثعلب هيجي يقرمك، يا حنش يجي يلوشك، يا حربايه. انا اللي غلطان، انا غلطان اني برد عليك من الاول. يا حربايه. انا حربايه؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بترمي الموبايلات بعيد كده ليه؟ هتعمل فيا ايه؟ شفتي تعلوب جاي يقرمك اهو. خراسي بقى عشان نتكلم في المهم بقى وما تقوليش انت بتقول لي خراسي. خلاص احنا دلوقتي كل المصايب اللي وقعنا فيها دي بسبب الموبايلات دي. اتسجل لنا وتراقبنا وعرفوا مكاننا، وعصابات وفيروس وقلبة بطن. انا بقيت اخاف اتكلم جنبه، بقى عارف عني حاجات اكتر من اللي انا عارفها عن نفسي. انا ليه الاقي واحد صاحبي ما شفتوش من 30 سنه بعت لي يقول لي بتعمل ايه جنب البيت عندي؟ يا عم انت عرفت ازاي؟ ده انا فاكرك بالعافيه، ولا اعرف انت ساكن فين اصلا، ولا اعرف انك ساكن هنا، ولو شفتك قدامي مش هشبه عليك، ولا اعرف انك عايش اصلا. عرفت منين بقى ان انا جنب البيت عندك؟ اصلك فاتح اللوكيشن الفيس. طب خلي بقى عند فيس اهلك دم وما تخشش في خصوصيات يا اخي. والله عندك حق. ولا الصور، انا مره قابلت واحده صاحبتي اتصورت معايا وعملت لي تاج وعملت تشيك ان في مكان هي قاعده فيه، وتلاقيك انت كنت داخل الحمام في المكان وما قعدتيش معاها دقيقتين على بعض. والله هم مسافه البوستين وازيك وازاي عيالك وسلام عليكم وعليكم السلام. عليكم السلام خالص بقى. تلاقي واحده تانية تشوف الصوره ويا كلبه ازاي ما تقوليش انتوا بتنزلوا من غيري، ما احنا بنروح اماكن نضيفه برضو، وابقي قابليني بقى لو اقتنعت انك انت كنت في الحمام. غير كده بقى طبعا ساعات الموبايل بيقلب عيل صغير. ازاي؟ مش ساعات بتخافي تجيبي سيره حاجه جنب العيال الصغير عشان ما يشبطوش؟ ايوه هو الموبايل كده، تجيبي جنبه سيره اي حاجه يفضل اعلانات زن زن زن. يا عم بطل بقى، ما كانتش زنت لساني يا اخي. اجيب منين انا علشان اجيب كل الحاجات اللي بتطلعها لي في الاعلانات دي؟ تجيب منين برضو؟ ما انت لاهف شنطه فلوس قد كده من الفيروس. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفتي بقى كنت هتنسيني كنت عاوز أقابلك ليه؟ لغوش ها؟ ما أنا طلبت أقابلك في الصحراء هنا عشان لغوش فعلا، لا كاميرات مراقبة ولا بتاع، واضمن إن مفيش حد قاطرنا. عملوا معاكي إيه في التحقيق؟ أنا ما قلتش أي حاجة غير اللي اتفقنا عليه، قلت إن كنت رايحة قرية المساليسة. اسمها المساجليسة من فضلك. خلاص يا عم، مسجلسة، رحت بلدكم وخلاص. وقلت إن جاني خبر عن واحد هناك بيكلم الحيوانات، وعززت ده بالفيديو اللي على النت بتاع معتز وهو بيكلم الوزة. هيافة الموضوع اللي انت بتقوليه ده مش لايق معاها عززت دي خالص، ومش جايب كمان جرائم قتل إطلاقا. المهم يعني عادل القناص في التحقيق قال إنه كان رايح لنفس السبب. حلو، يعني احنا كده في السليم. أنا ما كنتش فاكراك كده خالص. كده ازاي يعني؟ بدي إشارة يمين واخش شمال مثلا، ولا قصدك ايه؟ مش صعبان عليك؟ هو مديري وغلس صحيح، بس صعبان عليا ومش مصدقة انه يقتل الغيتي وباربي. عارف بس عم الضفدعة اللي بيكلمنا في التليفون قال ما تحشروش نفسكم في اي حاجة. بس ما تعرفيش عادل القناص قال ايه بالظبط وهما بيحققوا معاه؟ اللي اعرفه انه كان منهار، وانه لما كان في القرية سمع صوت فيل فشكوا انه بيستهبل او مجنون. اصوات الحيوانات اللي كان بيعملها معتز طلعت بفايدة اهي. المهم قال ايه كمان؟ اقول لك قال ايه؟ ايوه انا عادل القناص، مدير الصفحة اللي بتعمل ريبورتات عن الناس اللي عندهم مواهب خارقة. وبحلف لك يا باشا كنت رايح اعمل ريبورتاج عن واحد بيكلم وزة، ولما دخلت القرية سمعت صوت فيل. ياه، وايه كمان؟ انت مش مصدقني طبعا. لا ازاي؟ مصدقك. بعد بقى ما سمعت صوت الفيل ايه اللي حصل؟ سمعت صوت برص. هايل. وانا بترعب من البراس، فضلت اجري لحد ما لقيت باب بيت موارب. قمت فاتح وداخل، لقيت قدامي 5 بني ادمين، 4 رجالة و6. ده شرعي كده؟ لا يا باشا، 4 رجالة و6 مش العكس.
راجل من الرجالة كان رافع ايده لفوق. اكيد بقى الباقي منزلين ايديهم لتحت. لا لا يا باشا، ال3 التانيين وال6 كانوا ماسكين مسدسات. قالوا لي مين؟ قلت لهم عادل القناص. دي قصة جميلة قوي يا عدولة. عمرك ما فكرت تكتب قصص أطفال قبل كده؟ لا الحقيقة خالص. هتعترف باللي حصل ولا شعلقك؟ انت بتقول ان ده حصل في قرية اسمها المساجليسة في وجه بحري، واحنا لقينا بطاقتك جنب جثتين ملامحهم مطموسة في وجه قبلي، وقبضنا عليك في نفس المكان. ما انا فقت لقيت نفسي هناك. مرة تقول لي خدروني فقت لقيت نفسي مربوط، ومرة تقول لي فقت لقيت نفسي في وجه قبلي. ايه مخاوي؟ طب يا باشا، مش بتقول اتعرفتوا على الجثتين بتوع مين؟ ممكن اشوف صورهم؟ اتفضل. دي صورة الست مدام باربي سيدة أعمال، ودي صورة الراجل المهندس الغيطي رجل أعمال. هم دول اللي كانوا في البيت اللي في القرية. حلو كده، ناقص 3. فين جثثهم بقى؟ ليه بتطول؟ كنت هربت ليه ما فضلتش جنب الحيط؟ ال3 جثث دول بقى اللي هم انا والدمنلاوي وحنكوره. الظاهر كده. طب انا اهو، جثث الدمنلاوي وحنكوره اختفوا فين؟ ده على اساس يعني ان استاذ عادل عملها فعلا؟ ولو ما عملهاش يبقى باربي والغيطي عاوزين يبعتوا رساله لحد يفهموه انهم اتقتلوا، وان اللي عملها يبقى عادل القناص، اللي هم ممكن يبقوا فاكرينه سيريال كيلر وشريك الفيروس كمان. تفتكر مين بقى اللي ممكن يكون مهتم بحاجه زي كده؟ على حسب ما انا فهمت ان في حد مشغل الغيطي وباربي. عارفه مين بقى؟ هو ده اللي انا معرفوش. هجري وافلق الحق حلق يلا اتصرف لا انا مقلق. هجري وافلق الحق حلق يلا اتصرف لا انا مقلق. اليخاندرو هيجي بنفسه اول ما الخبر يوصله. ده ايه الثقة دي؟ ما اشتغلت معاه 15 سنة وعارف هو بيفكر ازاي. خبر موتنا هيسبب له قلق، خصوصا اننا احنا الاتنين كنا شغالين معاه، وهو كان بيلعب علينا عشان يوقعنا في بعض. ادينا مستنيين وهنشوف ايه اللي هيحصل. اهم حاجة انت متأكدة ان الجثتين اللي لقوهم محدش هيكتشف انهم مش بتوعنا؟ عيب عليك يا غضوتي، دي شغلتي. بس ايه بقى، انا مجمعه لك حتة جثة. واو. ايه مسقطالي فيها موتور تربو ولا ايه؟ لكن انا صحيح مش فاهمه، هو انت ليه ما موتنيش بجد وخلصت مني زي ما خلصنا من حنكوره والدمنلاوي؟ جرايه يا باربي، نسيت ولا ايه؟ ما احنا الاتنين تعيش انتي ميتين. صحيح عندك حق. الله يرحمك يا باشا. نحن السابقون وليخندروا واخرون هم اللاحقون. انا كفاءة قدها وقدود، انا يتفات لي بلاد وحدود. انا لو افكر يبقى انا اقدر، يبقى اذا انا بقيت موجود. I really like to party. I really like to party. How can I control my body? Oh, hermosa noche. Oh, wow, wow. Hola, Alejandro Rodríguez. ¿Quién habla? ايوه انا اليخاندرو رودريغوز. انت مين وعاوز ايه؟ بتقولي ايه؟ تبا مين قتل باربي وخيتي؟ خيتي ما انا اقول خيتي. ايوه انا دخلت خمام عشان اعرف اسمعكي. قولي تاني كده. يا خواجه بقول لك باربي وغيطي اتقتلوا. حلو كتير. باربي وخيتي مات، ده خبر كويس، لكن ماتوا سوا ده خبر زفت. ازاي خيتي وصل عند باربي وازاي باربي وصل عند خيتي؟ غيطي يا خواجه مش خيطي. كل شويه انا اقول خيتي تقولي خيتي مش خيتي اهو خيتي. ما غيطي مش بالخاء، غيطي بالغين. غيطي. خمارة. انت خمارة. ربنا يسامحك يا خواجه. هما 2 ماتوا ازاي يا خمارة؟ الراجل القناص اللي بتدور عليه هو اللي موته. قناصة مين؟ قناصة اللي شغالة مع فيروس؟ ايوه اسمه عادل القناص. ايه عادل القناص دي؟ مدرس فيزياء ولا ايه؟ الله يحفظك يا خواجه. الله يخزك انت خمارة. عرفتي ازاي خمارة ان عادل القناصة هو اللي قتل باربي وخيتي؟ معروفة يعني، ما البوليس قبض عليه. يا مصيبة هلي يا مصيبة هلي. انا عارف هو فيروس ورا كل ده. انا اركب طيارة واجي مصر حالا. تاني
تونس وتشرف يا خواجه، ده انا هفرش لك المطار رمله. كده انت وسخ المطار يا خمارة بالرمل بتاعك، ومش لازم حد يعرف اني جاي عشان مش لاقي فيروس مستنيني برصاصة في راسي. طلباتك اوامر يا خواجه. أليخاندرو رودريغيز جايلك يا فيروس، أليخاندرو رودريغيز جايلك. يا الف مرحب. سلام خمارة. سلام يا خواجه. انا كفاءة قدها وقدود، انا يتفات لي بلاد وحدود، انا لو افكر يبقى انا اقدر، يبقى اذا انا بقيت موجود. لازم يعني يا زكي ترمي الموبايلات بعيد قوي كده؟ بقالنا ساعتين اهو بندور عليهم في الرملة دون جدوى. بس الرملة السخنة سحبت الرطوبة اللي فيهم خالص. الرطوبة اتسحبت من جسمنا احنا ودماغنا اللي اتقورت من الشمس. كده في الأمان، عشان اطمن ان ما كانش في حد مراقبنا. انا خلاص بقيت اقلق من خيالي. انا بكره هعس كده من بعيد لبعيد اشوف وصلوا في التحقيقات مع عادل القناص لحد فين. احنا اللي هنقوله نعيده، خليكي بعيد، مش عاوزين لبش. عسة واحدة بس اتوسل اليك. ولا ربع عسة. انا مش عاوز اعرف اي حاجة عن الموضوع ده من هنا ورايح، ماشي؟ وبكره هبدا اجهز لشوية اغاني كده عقبال عندك. ايه ده؟ انت هتغني؟ ايه اللي انت ايوه انا هغني. ايه تشكيلة كده، مهرجانات على راب على شوية حاجات انا مش عارفها. يعني بصي هقعد لك ويجز في البيت. تشكيلة مهرجانات على راب؟ ليه فاكر نفسك الجنرال اوكا؟ انت كار الجبنة بيجري في دمك. جنرال اوكا؟ وماله كار الجبنة لما يجري في دمي؟ ما هي اول اغنية هتبقى عن الجبنة فعلا. واسمها ايه بكورة اعمالك بقى؟ هقول لك اسم الاغنية، هقول لك انت بس. اكسكلوسيك يعني. اكسكلوسيك؟ سميت الاغنية جبنة. لا كرييتيف بصراحة. بس انا محتار، جبنة احلى ولا احنا جبنة؟